السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن رؤية الزيتون الأسود في المنام. قلت فرصة وأنا بخلل الزيتون أقول لكم رؤية الزيتون الأسود في المنام. الزيتون الأسود في المنام من المبشرات بالخير. بيدل على إن الشخص اللي بيحلم بالزيتون دوت إن هو كان بيمر بأمور صعبة جدا، وكان في تحديات وصعوبات في حياته. فده بشرة خير ليه إن الأمور دي هتتحل وهتتيسر له بإذن الله. ولو حد مريض حلم بالزيتون إن هو بياكله، فده بشرة خير لشفائه من الأمراض اللي هو كان بيمر بيها. ولو واحدة مطلقة حلمت بالزيتون، فده بشرة خير ليها لبداية جديدة. ولو تاجر حلم بالزيتون، ده بدليل على أرباح ليه في التجارة. لو هو شاف شجرة الزيتون وان هو بيجمع ثمارها، فده جمع أموال بالنسبة له، وأمور هتدخل عليه بأرباح كتيرة. لكن لو حد حلم ان هو بيشرب زيت الزيتون، فده دليل على انه شخص محسود او في سحر عنده، فيكون على حذر على قد ما يقدر. وبالنسبة لو الزيتون في الحلم ان هو شايفه بشكله كويس وطعمه كويس، فدي امور هتتيسر له ورزق وفير هيجيله. وزي ما احنا اتفقنا، الاحلام بتبقى فيها مبشرات بالخير وانذارات بالهموم والمشاكل. فلو الاكل في الحلم حلو وطعمه كويس، فده رزق وفير، ولو مش كويس بتبقى مشاكل. ويا رب يبعد عننا اي مشاكل ويدخل عندنا الفرح والخير. يا رب كده دايما ابشركم بالخير، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير.